اليوم رح نعمل مع بعض طريقة عمل المطبق السبانخ الفلسطيني أو أقراص السبانخ أو فطاير السبانخ. كل واحد بسميها بطريقته، بس للناس اللي ما كانت شايفة طريقة العجين، هاي طريقة العجين أنا بعتمدها في كل أنواع المعجنات. طريقة بسيطة وسهلة وناجحة 100%، يعني بتعتمديها لكل أنواع المعجنات. إذا بنحتاج ل3 أكواب من الطحين، عليهم 2 معلقة كبيرة من السكر. هاي طريقة العجينة تاعت المعجنات بتعتمدوها في كل أنواع المعجنات، يعني العجينة ناجحة 100% على المضمون، من غير ما تقلق إنه العجينة تطلع ظابطة أو مش ظابطة أو المقادير. يعني هاي العجينة إن شاء الله بس امشي على المقادير بتطلع معاكي ناجحة 1000000%. 3 أكواب من الطحين الأبيض متعدد الاستخدامات، 2 معلقة كبيرة من السكر، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، عليهم ربع كوب من الزيت النباتي. حكيت لكم أنا اللي ما عنده أكواب معيارية يعير ربع الكوب. عارفين أكواب القهوة السادة أكيد موجودة في كل البيت، تقريبا فنجان القهوة السادة بيعادل ربع كوب. تحطوا منه ربع كوب زيت نباتي أو زيت زيتون على كيفكم. إذا 3 أكواب من الطحين، معلقتين كبار من الخميرة، معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، وربع كوب من الزيت النباتي أو زيت الزيتون، اختياري كيفكم، انتوا بتختاروا النوع اللي بدكم إياه. عليهم معلقتين من اللبن الزبادي أو اللبن الروب. لازم يكون اللبن، يعني يفضل، بدناش نقول لازم، انه يكون بدرجة حرارة الغرفة، لانه احنا ما بدنا مع الخميرة اشي بارد يموت الخميرة عندي او يبطئ عملية التخمر، ولا اشي سخن يموت الخميرة. ناخد معلقتين من اللبن الزبادي. ماشي، انا لحد الان ملح ما حطيت. لما اجي بدي احط الملح، انا حطيت الخميرة هون. لما بدكم تحطوا الملح ابعدوها عن الخميرة، لانه الملح اذا اجى على الخميرة بموت الخميرة وما بتنفخ عندكم العجينة. يعني لا تحطوا الملح على الخميرة، بيموتها، ما بيخلي العجينة تخمر عندكم. بتزيحوا هيك، تعملوا زي حفرة، بتحطوا كمية الملح اللي بدكم اياها وبتبدأوا في العجين. بسم الله الرحمن الرحيم. بنحط مقدار، يعني كل واحد قد ما بده. مثلا ملح، في ناس ما بتحب كتير، يمكن نص معلقة صغيرة من الملح. 3 أكواب طحين بياخدوا معي تقريبا كوب من الماء. خليني أجيب كوب الماء. طبعا الأكواب اللي عيرت فيها طحين هي نفسها بتعيري فيها الماء. إذا عيرتي مثلا بكوب مثل هذا 3 أكواب طحين، بتعيري فيه نفسه هو كوب من الماء الدافية، لأنه إحنا عنا بالموضوع خميرة. منجرب بالمية الدافية. هاي كوب عندي، بسم الله الرحمن الرحيم، حديره وحبدأ أعجن. ممكن يحتاج معي كمان شوي، ممكن وممكن لا. هاي عجينة مضمونة 100%، تقدري تستخدميها لكل أنواع المعجنات وانت مطمنة انها هتطلع معاك العجينة ناجحة وما فيها يعني لا زيادة ولا نقصان. هاي كل المقادير حطيتها قدامكم، وهلأ حتشوفوا انتوا النتيجة بنفسكم. والمكونات يعني هاي موجودة ان شاء الله في كل بيت، عادي خفيفة، يعني طحين، ملح، زيت، خميرة، يعني ما فيها اي مثلا مكونات صعبة او مش متوفرة. دايما اي شيء فيه عجينة، خبز، معجنات، لازم تعجني فيها كتير كتير كويس، عكس طبعا البسكوتات. شوفوا هاي اشي لازم اقولكم، يعني شغلة لازم تعرفوها، انه لما تكوني انت بتعملي عجينة معجنات او عجينة فطاير، كل ما عجنتي العجينة اكتر هيك، يعني عجنتيها، كل ما طلعت معك النتيجة افضل بكتير. عكس طبعا اذا انت بتعملي بيتيفور او بسكوت او غريبة، لما تحطي الطحين على لما تكوني تعملي بسكوت، لما تحطي الطحين على الزبدة او تحطيه على السكر، ما بصير تعجني كتير كتير في العجينة معك للبسكوتات او البيتيفور. شيء
بس ليش انا حكيت لكم ممكن تحتاج شوي من المي؟ لانه من بلد لبلد نوع الطحين بيختلف. في شوية انواع الطحين بتشرب مي، وفي انواع الطحين لا عادي. يعني انت شوفي، ممكن يكون الطحين اللي انت بتستخدميه بيشرب مي كتير، ممكن يحتاج لكوب مثلا وشوي وربع، او كوب واكم من معلقة. بس انا هذا العيار معتمداه. شوفوا تبارك الرحمن كيف قوام العجين، زي الملبن، رائع ولا اروع من هيك. بس بدي كل ما زي ما حكيت لكم، كل ما عجنته افضل، كل ما عجنته فيها افضل. حبل ايدي بشوية زيت وحدهن العجينة من فوق. حغطيها بفوطة مطبخ نظيفة، وحترك العجينة على جنب تخمر. تاخد تقريبا ساعة على هوا المكان. إذا كان دافي كتير تاخد يعني ساعة، بس إذا كانت باردة الدنيا ممكن تحتاج لساعة ونص على هوا المكان. كل ما كان دافي كل ما كان أفضل طبعا. بدي إياكم تصيروا تعرفوا بالضبط العجينة. شوفوا تبارك الرحمن، هاي أنا عجناها قبل الحلقة، وكنت حطاها عشان الدنيا برد جنب الدفاي عشان تخمر بسرعة، وما شاء الله شوفوا كيف اختمرت. حتركها على جنب عبال ما أحضر معكم نشوف كيف طريقة عمل السبانخ تاع الحشوة. شوفوا حبايبي، في البداية أنا هون عندي تقريبا 2 كيلو ونص من السبانخ الأخضر. غسلته منيح منيح. في ناس بتحب تغسل السبانخ وهو ورق، يعني وهو لسه ورق، وفي ناس بتحب تغسل السبانخ وهو مقطع. طبعا هذا اشي اختياري، بس هو يفضل انه ينغسل وهو ورق افضل من انه ينغسل وهو مقطع، لانه اذا انغسل صراحة وهو مقطع كتير بيفقد من الفوائد الموجودة فيه. هي هاي الفكرة، هو غسله وهو مقطع اسهل، بس الفايدة اكتر بانك تغسليه وهو ورق. بس اخد وقت كتير، لانه السبانخ معروف من الورقيات اللي بيكون كتير عليها زي طين احنا بنحكي او رمل، يعني ممكن بدها 5 مرات غسيل وتغيير مي. وكيف طريقة غسيلها بيكون؟ ما بصير تحطي السبانخ في مصفاية وتقعدي تغسلي فيه والمصفاية، لا، بدك تجيبي واعة كبيرة أو وعاء يعني كبير وتعبيه مي. بتصير تنزلي السبانخ في هذا الوعاء، وهيك تحركي بايدك السبانخ تشطفيه كأنه منيح تهزيه عشان اذا في رمل او شي ينزل. بعدين شو بتسوي؟ بتجيبيه بتعصريه وبتنقليه لواعة تانية. ونفس الشي بتكرر العملية 5 مرات تقريبا، لما تحسي انه المي عندك تحت صارت نظيفة كتير. لانه في البداية انت اول غسلة بتغسليها بتحسي عندك انه موجود في الواعة من تحت زي رمل او زي كيف الطين، بتحسي انه في رمل معاكي تحت موجود. سبانخ مغسل عنا ومقطع. طبعا بالنسبة لتقطيع السبانخ تبع القراص جدا عمليته سهلة، عكس الغسيل بياخد وقت، اما التقطيع ابدا ما بياخد وقت. بالسكينة بتقطعيه حتى لو كانت القطع جدا خشنة. يعني شوفوا هاي الورقة قديش كبيرة، عادي ما عندي مشكلة انا حطاها، لانه هيك السبانخ بدوب معنا. هلا بتشوفوا كيف يعني بكش وبيصغر حجمه لحاله لما احنا نفركه. هلا عندي السبانخ هيك موجود، حنزل عليه تقريبا نص معلقة كبيرة من الملح. اوكي حبايبي، نص معلقة كبيرة من الملح. شو راح اسوي؟ طبعا في ناس عشان ما تتعب ايديها، وهاي برضو اختيارية كيفكم، في ناس عشان ما تتعب ايديها شو بتسوي؟ بتركب هاي الطنجرة او الجدر على الغاز على عين واطية، بتلاقوه بعد شوي السبانخ نزلت كميته، يعني هبط ونزلت كمية، لانه بيفقد سوائل بتهبط الكمية. وفي ناس زينا احنا متعودين من ايام الوالدة انه لا، ما تسخنوا على الغاز، بتدعكوا بايدها او بتفركوا في ايدها، بتحطي له رشة ملح
وهيك بتفركه. شو هاي وظيفتها العملية؟ انها بضل السبانخ معاكي لونه اخضر، وهاي عملية الفرك كأنها انت بتستوي السبانخ على الغاز. هلا حتشوفوا، شوفوا كيف الكمية في البداية، شوفوا هلا كيف حيصفي معكم وقديش حينزل مي. معلش هي بدها عضلات بس يعني. طبعا وقراص السبانخ او فطاير السبانخ او المطبق السبانخ ما في اذكى منها بالاجواء الشتويه. وبما انه هلا موسم السبانخ استغلوا الفرصه واعملوه اكثر من مره. بتسووه بتجيبوا كميه السبانخ اللي احنا دعكناها وقل حجمها ضمر حجمها، بتجيبوا مصفاية عندكم تحتيها صحن لانه حينزل مي برضه من السبانخ. بتجيبوا بتعصروا السبانخ كتير كويس، شوفوا كيف بنزل منه مي. شفتوا قديش الكمية قلت؟ هلا حتشوفوا قديش هاي الكمية صارت. هيك احنا عنا السبانخ كأنه استوى. راح احط لها تقريبا هاي الكمية، ححط لها خليني اشوف 4 معالق من السماق. 4 معالق من السماق، عارفين السماق طبعا. ححط لها عصرة ليمونة، عصير ليمون، لانه انتم عارفين طبعا فطاير السبانخ كل ما كانت حامضة كل ما كان طعمها خرافي. راح احط لها معلقة، وهي اختيارية، من الشطة او الهريس الاحمر، عارفينها الشطة الحمراء، احنا بنعملها بالعادة حراقة. نحط لها معلقة من هريس الفلفل او الفليفلة الحرة. وراح احط لها تقريبا ربع كوب او نص كوب من الزيت النباتي. نص كوب من الزيت النباتي، الزيت الزيتون سوري، ما هو نباتي برضه. نص كوب من زيت الزيتون. وبرضه بده ملح ولا لا؟ ما راح احكي لكم مقدار الملح لانه طبعا هذا مقدار الملح اختياري. شو ضايل احط؟ كنت فارمه انا قبل الحلقه 3 حبات كبار من البصل مقطعين ناعم. شو عملت؟ دبلت البصل تدبيل على الغاز. فاهمين شو يعني تدبيل؟ ما بدي احمره زي بصل الكشري، لا بدي الحبة البصل بس تصير طرية، يعني ما فيها قرشة، ما بتقرش. واول ما احس انه البصل دبل عندي وبطل فيه قرشة خلص بطفي الغاز. حطيت لهم معلقتين من الزيت النباتي وقلبتهم او زيت الزيتون. اول ما يصيروا هيك طريين معكم خلص. 3 حبات كبار من البصل. كيفكم بدكم اقل بصل اختياري، احنا بنحب مع السبانخ نكهة البصل. هلا بنحركهم مع بعض. بنشوف طبعا هلا هيك المكونات هي حطينا كل شيء بيحتاجه، بس بنشوفها هل هي حامضة الخلطة عنا، يعني حمضتها كويسة، هل ملوحتها كويسة وبس. يعني هلا حنشيك على الملح ونشيك على الحامض، غير هيك ما بدها اشي. هاي الخلطة هاي هي خلطة السبانخ تاعتنا اللي يعني المعروفة وبيعرفها الكل. وهاي طريقة صراحة بيعتمدوها في كل الأماكن من أطيب الطرق. بالنسبة للحر اختياري، بتحبيه حار بتحطي، ما بتحبيه حار ما بتحطي. ودايما حاولوا انه الحشوة ما يكون فيها مي كتير لانها بتغلبكم وقت الحشي. ماشي حبايبي؟ شوفوا كيف الحموضة ممتازة، لا ما بدها ولا اي شيء. وهي عجينتنا. حجيب صينية هون عنا نشوف كيف طريقة التشكيل. طبعا طريقة التشكيل في أكتر من طريقة، هحكي لكم عن طريقة تشكيل طريقة من الطرق تاعتنا. هنجيب الصينية نحط فيها شوية زيت،
زيت زيتون. طبعا اقراص السبانخ معروفه، زيت زيتون عنا احنا بنحكي لكم عن طريقتنا. بتبلوا الصينيه زيت زيتون. شوفوا تبارك الرحمن كيف العجينه، تخبطوها هيك خبطه عشان تهبط. ما شاء الله، الله اكبر، ممتازه العجينه. بتقطعيها الحجم اللي انت بدك اياه. في ناس بتحبها كبيرة، ناس بتحبها صغيرة، اللي بدك اياه. حاعملكم اياها حجمين انا اليوم. ان شاء الله شوفوا كيف العجينة يا جماعة لما تكون خمرانة ومرتاحة معكم بتكون ولا احلى منها. الرحمن الرحيم. صفتوهم هيك، اضغطوهم في البداية ضغطة، عشان برضو هاي العملية بتساعد انه العجينة وانتو تفردوها انها تكون بنقول مرتاحة العجينة معكم، تفرد بكل سهولة. خليها سنها شوي. شوفوا الخطوات منيح شو سويت، قطعناها وعملت لها هاي الحركة في ايدي. ماشي يا جماعة. بجيب هدول الحبات الصغار اللي قطعتهم، بحط عليهم هيك ببل ايدي شوي زيت زيتون من فوق، وبتركهم على جنب عبال ما اعمل هدول. شوفوا كيف احنا بنعملها بالطرق بتاعتنا. ليش بنسميه مطبق؟ لانه بنطبقه تطبيق يا جماعه، من يعني اشتقت اسم مطبق من التطبيق، عمليه التطبيق اللي احنا بنعملها. بنبل الصينيه شويه زيت زيتون، وبتجيبوا الحبه في البدايه. ركزوا معي مزبوط مزبوط يا جماعه. هي شو بتسوي هاي الحركه اللي انا بعملها؟ بتخلي الفطير عندكم او مطبق السبانخ يورق، يعني يطلع زي الورق معكم، زي طبقات الفطير المشلتت. اول اشي بتفردوا العجينة هيك، طبعا بتحبوها اكبر بتحبوها اصغر اختيارية كيفكم. في ناس متعودين كتير صراحة يعملوها كبيرة، وفي ناس بيعملوها صغيرة. هلا شو بدي اسوي؟ بدي اطبقها هيك. بجيب من هون على هون وبفرد، بجيب من هون على هون وبفرد، بجيب هون على هون وهون على هون. شفتوا كيف صارت زي الظرف مربعة؟ بتركها على جنب. برجع بجيب كمان واحدة بفردها هيك. كل ما ارتاحت العجينة كل ما فردت معاكي اسهل. لو تقطعت معاكي العجينة هيك وانت بتفردي عادي ابدا ما تقلقي، لانه احنا حنرجع نفردها كمان مرة. احنا هلا بنطبقها بس عشان كأنها تورق معنا. تجيبي هيك وبتفردي كمان طبقة. يمين على يسار، وبتترك العجينة ترتاح. هاي العجينة بتخلي لك الفطاير لما تعمليها كيف تطلع زي المورقة، زي الورقات، يعني الورق. حكينا بالنسبة للحجم اختياري. لا تنسوا. شوفوا كيف كأنها أظرف بتكون. بتكرروا هاي العملية خلص عندي. يلا هلا شوفوا شو بدنا نسوي. بنرجع للحبات اللي انا هاي بديت فيها اول واحدة. بعرف انا بديت من هذا الطرف، بصير اخذ منه بتكون ارتاحت العجينة عندي. هذا المثلث اللي احنا حشيناه، اللي سوري طبقناه ما حشيناه، برجع باخده. شو بسوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بفرده على شكل مربع عادي مش دائرة. بتحطوا له حشوة سبانخ في الوسط. شوفوا احنا الحشوة كيفكم. في ناس انا بعرفها بتقول لك لا كتري سبانخ خليها الحبة تطلع ملانة سبانخ، وفي ناس بتقول لك لا ما بحب انا كتير. بتجيبوا هذا الطرف هون وهذا الطرف هون مطبق، عشان هيك اسمه مطبق. بتطبق يا جماعة، بطبق. وهذا الطرف هون. شوفوا كيف صارت، بس حاولوا انه ما توسخوا. ما بحب انا هيك تكون الحبة وسخة، استغفر الله، يعني مش وسخة بس انها يعني قصدي عليها من فوق سبانخ.
شفتوا يا جماعة؟ هي اتطبقت الحبة وكيف صارت. بنحطها في الصينية هلا. فهمتوا ليش اسمها مطبق؟ طبعا مع كاسة شاي ولا اروع، وشوية زيتون. حطوا هيك بالوسط، يمين على يسار. سكر. حاولوا ايديكم، هاي ايدي نظيفة ما يكون عليها ولا شيء. سهل. هاي حدخلها الفرن هلا. حكينا الفرن انا محمية مو مسبقا يا جماعة. شوفوا تبارك الرحمن كيف شكل، ما شاء الله. تتركوا فراغات صغيرة لانهم بينفخوا. حدخلها الفرن وحعملكم الشكل المتون وحفردها. هاي بدي اياها تنفرد دائرة. تنفرد دائرة للناس اللي بتعملها مثلث. خلصنا يا جماعة، يعني مش ضايلنا اشي ان شاء الله. هلا بتواصل معكم للي بده يسأل اي سؤال بخصوص الاكل تاع اليوم، بخصوص الفطاير تاعت اليوم. بتحطوا الحشوة بالنص، ماشي حبايبي، بنص الدائرة. خليني بس اتك ايدي. بتجيبوا هذا الطرف هيك، الطرف الثاني عليه هيك زي المثلث. بتعملوا حركة المثلث فوق، وهذا الطرف بتجيبوه هيك. اوكي حبايبي، وبتقلبوها. خلينا نعمل كمان حبة معكم. في ناس بسكروها بطريقة مثلا، هلا حتشوفوا كيف، بس هاي الطريقة اسهلكم. تفردوها هيك دائرة. كبسوا وشيروا يا جماعة، واللي مو عامل اشتراك بالقناة فضلا وليس امرا يا ريت يعمل. واهم شيء عندي احلى متابعين في الدنيا، تشتركوا على قناتي في اليوتيوب عشان ان شاء الله كل هاي الفيديوهات اللي انا بعملها بالتيك توك تشوفوها على قناتي في اليوتيوب. نعملها هدول على شكل مثلث. ونقلب الحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك العجينة معي خلصت، ما عندي غيرهم هدول. طبعا اللي عجنتها معكم في بداية الحلقة موجودة لسه بس ما خمرت. هاي بالنسبة للعجينة اللي انا كنت عجناها. الله تبارك الرحمن. خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا كيف. ودائما حاولوا يا حبايبي المعجنات اول ما تطلع من الفرن، اول ما تطلع من الفرن شو تسووا؟ غطوها على طول. شوفوا كيف. اورجيكم اول اشي، شوفوا اللون من تحت ما شاء الله تبارك الرحمن، وكيف اللون من فوق، وكيف جاي ما احلى شكلها زي الظرف هيك. او طبعا ما اقولكم ريحة البيت. بتحبوا تحمروها اكتر كيفكم، بتحبوا تحمروها اقل كيفكم. شوفوا كيف قوام العجين. شوفوا بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ولا اروع من هيك. ما شاء الله ما شاء الله. خليني ادوق. مع كاسة شاي يا جماعة. شوفوا كيف اللون من تحت. يا ريتكم معاي مع كاسة شاي ناكلهم مع بعض. المثلثات حطيتهم بالفرن. الحمد لله انه ايش، هدول احمروا. خليني اللي احمروا اشيلهم وارجع البقيات. بسم الله الرحمن الرحيم.
هدول خليهم بدهم شوية يتحمروا، احمرهم بالزيادة، هدولك حلوين. حبايبي بتقدروا هاي العجينة لو مثلا زاد عندكم من العجينة والسبانخ خلص، بتقدروا تحشوها جبنة، تعملوها زعتر، اللي بدكم اياه. شوفوا تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. العجينة ما احكي لكم كيف قوامها سخنة. هذا اللي هلا طلع من الفرن. هيك الحشوة بتكون بقلبها ولا اروع، مع كاسة شاي. ما شاء الله تبارك الرحمن. العجين دائما يا حبايبي الله بإذن الله. تصبحوا على خير، وشكرا لكم لأنكم أعطيتوني من وقتكم.